كل سنة بيكون عندك أكتر من 1000 أو 1200 طالب بيدرسوا ماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه في إدارة الأعمال. الشخص اللي قاعد قصادك دلوقتي هو نتاج 45 سنة من التجارب المختلفة والمراحل المختلفة. هل لازم أكون بيزنس اونر عشان أنجح ولا ممكن أكون موظف مستقر؟ وورد اوف ماوث أقوى أسلحة الماركتينج في الدنيا. كنت أصغر سيلز اند ماركتينج دايركتور في منطقة الميدل إيست. لازم الخطة الاستراتيجية عندي يبقى فيها حلم، ما ينفعش تبقى حاجة سهلة. هشوفكم بعد 5 سنين مع خطة خمسية استراتيجيك بقى. هشوفكم بعد 5 سنين، كل واحد عارف دوره يا شباب. كويسين؟ أوكي، سلام عليكم. أهلا بيكم، أنا دكتور أحمد شرقاوي وإحنا النهاردة في بيزنس شوت بودكاست. من أول ما دخلت عالم البيزنس وأنا كان دايما عندي فضول إن أنا أسمع أكتر، أتعلم أكتر، أفهم أكتر من مجال واثنين وثلاثة، من خبير واثنين وثلاثة، من مدير، من الصغير ومن الكبير كمان. ومن هنا جت فكرة بيزنس شوت بودكاست. بيزنس شوت بودكاست هيكون بودكاست بنقابل فيه خبراء مختلفين من مجالات مختلفة، بروفيسورز. هنحاول ندمج فيه إن النجاح مرتبط بالعلم وكمان بالاكسبيرمنتال اكسبيرينس، فهنتكلم على الاثنين. بيزنس شوت بودكاست هيكون عباره عن شوت خفيف لكنه كمان دسم، هنتكلم فيه على ان ديبث في بعض المحاور اللي بنتكلم عليها. ضيفنا النهارده اكسبيرينس اكتر من 45 سنه في مجال الاداره، وفي مجال الاداره الاستراتيجيه تحديدا، وفي مجال الماركتنج والاتش ار. اكسبيرينس من بدايات دراسه الطب للتركيز على الماركتنج والسيلز في مجال الفارماسيوتيكال وفي اكتر من اندستري مختلفه، وصولا الى ان يكون جنرال مانجر لاكتر من امريكان وانترناشونال انتيتيز، وكمان شركات اماراتيه ومصريه وانجليزيه وهولنديه كمان. موضوعنا النهارده هيكون عن موضوع مهم وهو الاداره الاستراتيجيه. خلونا النهارده نرحب بضيفنا وضيفكم دكتور هشام صفوت. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك يا دكتور احمد، سعيد اني معاك النهارده، ويا رب نكون ضيوف خفاف على كل المتابعين والمشاهدين. اكيد طبعا. دكتور هشام صفوت، بدايه حضرتك يعني بروفيسور للاداره الاستراتيجيه في سي او انستيتيوت، وتقريبا كل سنه بيكون عندك اكتر من تقريبا 1000 او 1200 طالب من مختلف المجالات بيدرسوا ماجستير اداره الاعمال والدكتوراه في اداره الاعمال. ده صحيح. بس اكيد في يعني رحله بقى بدات من وقت الكليه او من بعد الكليه والدراسه. عايزين نتعرف على حضرتك. اكيد. الحقيقه هي رحله طويله، فعشان اسردها محتاجه 50 بودكاست. ايوه. انما انا هلخصها الحقيقه في مجموعه كلمات بسيطه، وهو ان الشخص اللي قاعد قصادك دلوقتي اللي هو هشام هو نتاج هذه 45 سنه، اوكي، من التجارب المختلفه والمراحل المختلفه. لان انا دخلت عالم العمل صغير. انا سافرت انجلترا وانا عندي 16 سنه. 16 سنه بالظبط. بالتالي كنت في تانية ثانوي وسافرت انجلترا. هناك مينلي اتفضل. بتدرس هناك يعني الحقيقه انا كنت رايح مينلي عشان امارس اللغه الانجليزيه واتقن اللغه الانجليزيه. فالحقيقه كان والدي ليه وجهه نظر ان عشان تتقن اللغه لازم تمارسها مع اهلها وتعيش في وسط اهلها. فسافرني انجلترا بعد تانية ثانوي على طول. طلعت بطاقه وطلعت باسبور وطلعت على انجلترا. فاحتكاكي بديفرنت كلتشر من بدايه وبدري الحقيقه كان ليه تاثير كبير جدا على البيرسوناليتي، على الشخصيه. اوكي، مش مجرد ممارسه اللغه، هنتكلم في كاركتر بيلدينج. بالظبط، اكزاكتلي، بالظبط. ومقابله التحديات وتبقى ديسيشن ميكر to manage yourself alone away from your comfort zone. اوكي، اللي هو العيله والبيت والاهل. فبالك انت رايح قاره تانية وكالتشر تانية وناس تانية ولوحدك، وبالتالي مطالب ان انت تتأقلم مع هذه الكالتشر الجديدة. تبحث عن سكن، تبحث عن عمل عشان تصرف على نفسك، وتبحث عن مكان تدرس فيه اللغة بجانب احتكاكك بالمجتمع اللي هتبقى فيه. فالحقيقة كانت تجربة valuable جدا جدا، وأثرت على شخصيتي بشكل لا تتخيله. عرفت يعني ايه اعتماد على النفس، عرفت يعني ايه تبقى لوحدك وتقابل مشاكل وتحاول تحلها، تحاول ما تتورطش في مشاكل، وهكذا. فدي كانت المرحلة الأولى في حياتي. اوكي، منها انتقلت بعد كده للجامعة. خلصت الجامعة، المفروض كان أملي إن أنا أتعين في الكلية،
بس الحقيقه انا كنت طالب، مش هقول مشاغب، انما ليه انشطه كتير في الكليه. من ضمنها انا كنت عضو اتحاد طلبه، فكنت الحقيقه من اوائل الناس اللي كانت متزعمه فكره الايه، الاضرابات والاعتصامات وكده. الحقيقه ده كان وقت ايه بقى؟ وقت في السبعينات. السبعينات. اوكي. فده اثر الحقيقه عليا في كاريري جوه الجامعه، رغم ان تقديري كان يؤهلني من سنه ثالثه، انا جايب جيد جدا ودخلت على رابعه المفروض التقدير النهائي يبقى جيد عشان تتعين في الكليه. فالحقيقه دي كانت اول كونفليكت يحصل لي في حياتي وصدمه، لان انا كنت بني حياتي والكارير بتاعي كله على ان انا هخش ستاف جامعه. اوكي. فجاه لقيت نفسي بره، وبالتالي هنا سويتش حصل غصب عنك. you have to adapt to that. مهم، عدينا المرحله دي، دخلت الجيش كظابط احتياط. ومرحله الظابط احتياط دي كانت مرحله برضو هايله جدا، لان الجيش بيعلم الحقيقه. ولما بتخش ظابط، لا ده انت بتتعلم ازاي تبقى قائد، غير ما تخش عسكري. اوكي. لما تخش ظابط انت مسؤول، وبتخش في مركز قياده اوتوماتيك، وبتمارس هذه القياده، وبتتدرب على ممارسه القياده. وبالتالي دي تاني مرحله اثرت في تكويني كشخصيه في النهايه، ويعني ايه تبقى قائد لتيم او لمجموعه من الناس او الاخر. بعد كده، بعد ما خلصت مرحله ضابط الاحتياط، دخلت بقى على الحياه العمليه الفعليه بعد التخرج والشغل. اثناء فتره دي انا اخذت حضرت طب بيطري، كملت كلينيكال باثولوجي. اوكي. واثناء فتره ضابط الاحتياط، وفتحت بعديها معمل تحاليل، وخلاص معمل تحاليل بقى، وابتديت اشتغل. قعدت سنه بالظبط في 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 شغل بعمل التحاليل. الحقيقه ما كانش ماي باشن قوي، وكان الى حد كبير بالنسبه لي بورنج، لان انا ام سوشيال بيرسون، احب الكوميونيكيشن مع الناس، وتعودت على السفر بالظبط من صغري واثناء الكليه، يعني في انجلترا وامريكا كل ده وانا طالب. فتعودت على السفر، في فكره والحركه والتعامل مع الناس وديفرنت كلتشر. فكره انك تقعد جوه معمل وتتعامل مع عينات وميكروسكوب واجهزه وخلاص، دي ما كانتش يعني فيري انترستنج بالنسبه لي. بس خلاص ما باليد حيله. This is my earning work. I have to get my earning for living. بس الحقيقه جات لي فرصه ان انا اسافر السعوديه في شركه طالبه حد كلينيكال باثولوجيست، وبس يشتغل في مجال السيلز والماركتنج لاجهزه المعامل وتطويرها. وبالتالي هنا يعني ايه، كانت جريت اوبورتيونيتي ان انا اجمع ما بين الساينتفك باك جراوند وشغل المعامل، بس في اطار البيزنس وايز والكوميونيكيشن والسفر والتعامل مع الناس وديفرنت كلتشر. تعرف السعوديه وبدول الخليج بتجمع مالتي ناشونالز فروم ايفري وير، وبالتالي كانت فرصه هايله الحقيقه انك تتعامل مع ثقافات مختلفه، افكار مختلفه، شخصيات مختلفه. اجين دي ليها بيبقى لها تاثير جدا على تكوينك الشخصي والكاركتر اللي بتعملها بجانب التعامل في البيزنس. ومن هنا كانت نقطه البدايه انتقالي الى البيزنس. من هنا لحد 2017. اوكي. انا عشت من الثمانينات ل 2017 كانت رحله عمل داخل الهيلث كير بيزنس. بدات بدءا من ميديكال ريب لحد ما وصلت المانجنج دايركتور وسي او اوف وان اوف ذا بيج اورجانيزيشن. اشتغلت مع multinational companies, international companies, regional companies and local companies. واحنا كنا بندردش مع بعض قبل البودكاست، حضرتك قلت لي معلومه لطيفه ان لما كنت دايركتور للميدل ايست ريجن، فاحنا كنا بندير تيم بيشتغل في اكتر من 13 دوله. بالظبط كده. فتخيل بقى الدايفرستي والكالتشر اللي موجوده عند الناس دي. بالظبط كده. واشتغل مع كل الاديان بطبيعهم المختلفه باهدافهم. بالظبط. فكانت تجربه. انت متخيل فيري ريتش الحقيقه، تجربه فيري ريتش. وتعاملك كمان مش بس على مستوى الكاستمرز اللي بتتعامل معاهم ولا التيم اللي بتشتغل معاه، على مستوى المنتاليتي اوف ذا التوب مانجمنت للشركات اللي بتشتغل معاها.
ودي كان انا بعتبر نفسي كنت محظوظ جدا، لاني اشتغلت مع different cultures، مع different mentality، مع different attitudes. اوكي، ما بين الانجليز والالمان والامريكان، واخد بالك؟ ده كان فرق، بس كنا يعني الزياره ليه كانت فور تريننج بيربوز. اوكي، انما الادارات الهيد كوارترز اللي بتعمل فيها مع الفايس بريزيدنت او السي او او الجنرال مانجر اوف ذا اورجانيزيشن كان مينلي في امريكا وفي انجلترا وفي المانيا، لمعظم الشركات الانترناشونال اللي اشتغلت معاها. غير انك بتتعامل مع شركات لوكال دوميستيك فاميلي بزنس في منطقه الخليج، بالذات في السعوديه وفي الامارات. انا قعدت في السعوديه حوالي 8 سنين ونص، وفي الامارات حوالي 15 سنه. والبوزيشنز دي كلها كنا بنبدا وبنوصل لجنرال مانجر؟ لا، ولا في فتره لا كلها طبعًا. كنا بنروح جنرال مانجر؟ طبعا انت بص، لما بتوصل لمرحله الجنرال مانجمنت او تبقى جنرال مانجر، او قبلها كمان اللي هو ماركتنج اند سيلز دايركتور، هنا بتبتدي لما تنتقل على نفس الليفل يا ليفل اعلى. في الاول بتبدا ميديكال ريب، سوبرفايزر، سيلز مانجر، ماشي اوكي. لكن لما تبتدي ترتقي الى منطقه ريجونال مانجر بقى، وسيلز اند ماركتنج دايركتور لبيج اورجانيزيشنز، وبعد كده الطبيعي انك بتعلى وتتدرج في هذا الموضوع. بدايتي في السيلز اند ماركتنج دايركتور كانت في السعوديه الحقيقه، والكلام ده كان في سنه 91 بالظبط. كنت اصغر سيلز اند ماركتنج دايركتور في منطقه الميدل ايست للشركه، كان عندي 32 سنه. اوكي، دي كان بدايه النقله النوعيه في طبيعه الشغل اللي بعمله، في طبيعه الاداره بقى. اوكي، انتقلت لمرحله. قبل كده كان معظمها التكنيكال ايشوز. خد بالك، طول ما انت في الليفل اللي اندر الدايركتور بتبقى مور اور ليس، حتى لو داخل جزئيا في الاداره فانت مور تكنيكال جاي. اما بتوصل لهذا الليفل لا، ده بتبقى مور انفولفد في المانجمنت بقى. اوكي، والاوفرول لوك بتاعت الاورجانيزيشن، بتشوف الصوره من فوق مع التوب مانجمنت. ومن هنا بدت مرحله الاستراتيجيك مانجمنت. ليه؟ لانك بتبتدي تبص جلوبالي على الاورجانيزيشن اللي انت فيها، وهاو تو بلان فور ذا فيوتشر. لان زي ما حضرتك عارف كلمه استراتيجيك في حد ذاتها تعني لونج تيرم، فما اصبحش التخطيط وانت في المراحل الصغيره بتخطط للسنه الجايه. يجي مديرك يقول لك يا هشام اعمل لي خطه لسنه 2026، ماركتنج بلان 2026، بزنس بلان 26، لكن عمره ما بيطلب منك استراتيجيك بلان 2030 او 2035 او 2050 خالص. الليفل ده بيطلب دايما من الكاتيجوري الاعلى جوه الاورجانيزيشن، ومين اللي بيبقى من السي او او الجنرال مانجر. بس بطبيعه الحال بيبقى مين انفولفد معاه؟ الليفلز المختلفه من المانجرز جوه يعني لازم الفريق كله يكون انفولفد في الاستراتيجيك بلان اللي احنا بنعمله. النقطه دي على فكره يا دكتور احمد احد اسباب فشل الاستراتيجيات او الخطط الاستراتيجيه على مستوى العالم، مش بس في مصر او في منطقه الشرق الاوسط. لان الكونسبت هنا مختلف. فكره تكوين خطه استراتيجيه وادارتها، ودي هنتكلم عنها شويه بالتفصيل، لازم يبقى كل الليفلز اوف ذا اورجانيزيشن انفولفد فيها. ليه؟ عشان يحسوا بالاونرشيب. اما يبقى انت مدخل مجرد امبلوي عادي صغير بس عنده فكر وعنده راي وعنده كلمه وتاثير على زمايله اللي حواليه، اوكي، وتنفولفهم في تكوين الخطه الاستراتيجيه بتاعت الاورجانيزيشن، وهو ينقل الفكر لزمايله اللي هم بيحبوه بيسمعوا كلامه وبيخترعوا. هنا everybody in the organization involved في البلان. فلما تحس ان انت جزء من هذه البلان، احساسك هيبقى ايه عند تنفيذها؟ عندي كوميتمنت تجاهها وفرحان بيها. طبعا طبعا. الله ينور عليك. مش حاجه نازله لك بالباراشوت. صحيح. عاده احد اسباب المهمه لفشل اي استراتيجيات او خطط استراتيجيه ان الخطه بتنزل بالباراشوت على العاملين، فلا حد فاهم حاجه ولا مستوعب حاجه
ولا فاهم اساسا يعني ايه فيجن ولا ميشن ولا فاليو ولا حاجه خالص، وانت جاي تقول له ايه لازم تحقق الفيجن بتاعت الاورجنايزيشن والميشن هو مش فاهم اي حاجه من الكلام ولا انفولفد. وبعدين بتغير عاده، بتعمل خطه استراتيجيه بيبقى فيها تشينجينج للمانجمنت، تشينجينج للبروسيدورز، واحتمال ايفولفنج يحصل فيها ديجيتال ترانسفورميشن او ديجيتاليزيشن، يعني فيها نوع من التغيير صحيح. للوضع القائم جوه فممكن الشركه. تقابل ريزيستنس في ده مش ممكن، ده مين اللي هتقابل resistance. هو على فكره يمكن هو ده بدايه الاداره الاستراتيجيه لما كان هنري فورد بدأ الشركة، وبعد ما بدأوا نجحوا ونزلت العربية، لكن بعد كده اتفاجئوا ب ريكولز كتيرة وتعويضات مطلوبة منهم عشان المشاكل اللي كانت موجودة التقنية في العربية. فعشان يحل المشكلة دي بدأ بالفيجن، يعني بداية تفكيره في الموضوع قال لك لازم كل الكواليتيز نمبر 1 دي بالزبط. ده بقى خلاص ده كلنا كشركه شغالين على الكواليتي، فكل الموظفين في الشركه بكل الاقسام زي ما حضرتك تقول لازم كله يبقى انفولفد، كلهم بقى بيتكلموا على الكواليتي، ومن هنا بداوا تاني الكيرف يعلى في مستوى الكواليتي. هايل. اذا هنا فكره ان نعمل خطه استراتيجيه لازم يبقى الانفولفمنت فيها من جميع عناصر الاورجنايزيشن. طب انا حابب اسال حاجه، يمكن اطار البودكاست معانا احنا رايحين على حته الاداره الاستراتيجيه للبيزنس اونرز وللدايركتورز اللي موجودين في الشركه، لكن حابب اسال سؤال. يمكن الترند دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي ان احنا نعمل ستارت اب، اعمل شركه، ابقى بيزنس اونر موجود، لكن رحله حضرتك كانت لطيفه جدا. فكره الامبلويمنت ستابيليتي، يعني الناس استقرار وظيفي وبنترقى وبناخد بوزيشنز في سن صغير اصغر. حضرتك قلت لي اصغر دايركتور في ماركتنج اند سيلز في السعوديه 32 سنه. فهل الجزء ده كخطه استراتيجيه انت عملتها كان هدفي لازم اكون بيزنس اونر، ولا لان دي رساله عايزين نقولها برضو للتارجت اودينسز بتوعنا، هل لازم اكون بيزنس اونر عشان انجح، ولا ممكن اكون موظف مستقر وده نجاح كبير المفروض ابقى مبسوط بيه وفرحان بيه؟ اكزاكتلي. بص، النجاح مش مرتبط ببوزيشن او بملكيه شيء او عدم ملكيه شيء. النجاح مبدئيا نابع من داخلك، اوكي؟ انك عندك هذه الرغبه والاصرار والباشن انك تنجح. اذا لم ينبع من داخلك الرغبه الحقيقيه في النجاح انسى، خلاص. طيب، ما انا عشان انجح اذا ده حطيته هدف بالنسبه لي وهدف طويل المدى. طب ما انا عشان اوصل للهدف ده محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل خطه، صح؟ بلان عشان توصلني لهذا الهدف. اذا انا عندي رؤيه وعندي هدف محتاج احط خطه عشان تاخدني ستيب باي ستيب لتحقيق هذا الهدف في النهايه. اذا هذا ليس مرتبطا بايه؟ باني صاحب شركه او مدير في شركه او حتى شخص عادي. انا ممكن اعمل ماي اون استراتيجيك بلان. طبعا اوكي، وكله بيعتمد على الشخص. انت عايز تنجح ولا لا؟ انت عايز تحقق ليه؟ لك هدف ولا مالكش؟ ليه؟ لان الهدف بيحدد الدايركشن وبيحدد البروسيدرز والطريقه اللي هتمشي بيها عشان توصل للهدف. بس انا حاسس ان الاكسبريشنز دي حضرتك احنا بنتكلم على مفهوم الفرد ونجاحه، وكل الاكسبريشنز دي هي اكسبريشنز اداره استراتيجيه. يعني معنى كده ان الاستراتيجيك مانجمنت والاداره الاستراتيجيه ينفع اطبقها على الفرد نفسه، بالظبط على كده. الشخص نفسه بالظبط كده. هي ليست مقصوره على فكره الشركه خالص، لان انت في حد ذاتك انت مؤسسه كفرد. مش في حاجه اسمها مؤسسه فرديه؟ مظبوط. في الكيانات القانونيه للشركات في انواع مختلفه منها مؤسسه فرديه. فانت في حضرتك كفرد انت مؤسسه. ليه؟ ما انت ليك الاكتيفيتيز كتيره بتاعتك وليك الاوبجكتيفز والجولز بتاعتك والاهداف بتاعتك، وبترسم خططك عشان توصل لهذه الاهداف، وبتستخدم ادوات وتولز عشان تساعدك لتحقيق هذه. مظبوط. هتختلف ايه عن الشركه؟ ولا حاجه. طب خلينا يا دكتور نعرف اكتر يعني ايه اداره استراتيجيه، ازاي اعمل خطه استراتيجيه في شركتي، هل في موديلز اقدر اطبقها في الاداره الاستراتيجيه؟ لانه كتير من الناس زي ما سعادتك عارف وانت اكيد بتقابل ده، يعني از كونسلتنت احنا بنتكلم فتره الاستشارات وفي الشركات تقريبا مع حضرتك حوالي 15 او 20 سنه.
سواء بقى في مصر او بره مصر بالظبط. بشكل عام. فاذا عايزين نعرف اكتر عن الاداره الاستراتيجيه ممكن نبدا ازاي مع سعادتك؟ هايل، السؤال ده مهم جدا يا دكتور احمد، لان في فرق كبير جدا بين التخطيط الاستراتيجي والاداره الاستراتيجيه. خلاص؟ ليه؟ التخطيط من اسمها يعني ايه؟ خطه. فانا عملت خطه ايا كان الكرايتيريا بتاعتها على اعلى مستوى وممتازه، وحطيتها في الدرج عندي في المكتب، اصبحت ايه؟ يوسلس، ليس لها قيمه. خطه ممتازه بس في الدرج. اذا فكره التخطيط الاستراتيجي في حد ذاته رائع، بس لوحده غير كافي ما لم يدار باداره استراتيجيه. طب يعني ايه احول خطه الى اداره؟ اديرها ازاي؟ يعني ازاي هطبقها على ارض الواقع؟ مين هيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي وبكام؟ مين هيعمل ايه امتى وازاي، امتى وليه وازاي وبكام؟ خلاص؟ هذه الاغنيه اللطيفه هي عناصر نجاح تطبيق اي خطه. ما هو لازم مين اللي هينفذ الخطه الاستراتيجيه بتاعت الشركه بتاعت سعادتك؟ بالظبط كده. طب مش لازم الموظفين دول يعرفوا مين هيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي وبكام؟ امتى وفين ليه وازاي وبكام. خلاص؟ لو هذه العناصر عن سعادتك ما حدش عارف وظيفته ايه ولا يعملها ازاي ولا ايه حدوده ما بينه وبين زميله، ولا الشغل بيطلع من عنده يروح لمين، اوكي، ولا في النهايه تاخيره هيكلف الشركه قد ايه او انجازه هيكسب الشركه قد ايه. لو هذا العامل او الموظف ما فهمش كل المعاني دي ويعرفها بدقه، تفتكر البرفورمانس بتاعه يبقى شكله ايه؟ هيعمل اللي يجي في باله خلاص. مش كده؟ واحتمال يبقى صح وغلط، واذا غلط هتبقى كوارث. طب فما بالك ده فرض، فما بالك لو كل العاملين جوه الاورجانيزيشن ما حدش عارف مين بيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي وبكام، هيبقى وضع الاورجانيزيشن شكلها ايه؟ طب يعني ايه اداره استراتيجيه؟ وانا لو عايز اعمل خطه ايه الخطوات اللي ابدا عليها بسيطه؟ اداره استراتيجيه يعني اعمل خطه واطبق الخطه على الارض باني اوزعها على العاملين جوه الشركه، يبقى مين كل واحد عارف مين بيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي. والمرحله الثالثه مرحله المتابعه والفولو اب والايفالويشن، اللي هي بنقول عليها بالعربي مرحله المتابعه والتقييم للتقويم. كويس، للتقييم دي مهم جدا. معنى كده ايه؟ معنى كده لو عملت خطه ووزعتها على الشباب ورحت نمت في البيت، هشوفكم بعد 5 سنين، ما خطه خمسيه استراتيجيك بقى، هشوفكم بعد 5 سنين كل واحد عارف دوره يا شباب، كويسين، اوكي، سلام عليكم، وانا هروح انام 5 سنين واشوفكم. what will happen؟ فشل ذريع. ليه؟ لان من غير متابعه وفولو اب وتقييم لما يحدث، عشان في حاله الديفييشن او الانحراف عن المسار اللي مرسوم في الخطه الاستراتيجيه، يجب ان تتدخل كقائد واداره استراتيجيه في تعديل المسار. اذا اتخاذ قرار. فاتخاذ القرار محتاج ايه؟ محتاج متابعه اساسا، علشان يبقى عندك الداتا بان هناك تغيير، وبالتالي لازم اعدل في الوضع عشان نعود للمسار الصحيح وفي الوقت المناسب، لان القرار الصحيح ان لم يكن في الوقت المناسب فليس له قيمه خالص. انت ممكن تاخد قرار صح جدا بس في وقت متاخر اصبح ليس له قيمه. يقول لك فات الاوان، ما يفتلش الايه؟ الكحك بعد عيد ما يفتلش كحك. مظبوط كده. فالقرار المناسب في الوقت الصحيح ده محتاج ايه؟ محتاج ان انا ابقى اوير وعندي كل الداتا الصحيحه اب تو ديت. عشان كده الخطط الاستراتيجيه بنسميها دايناميك بروسيس، ما هيش ستاتيك، مش حاجه جامده بحطها النهارده وهفضل ماشي عليها زي شريط القطر لحد ما اوصل للاخر. لان العالم من حوالينا متغير والتطور متغير، وبالتالي لابد ان اكون واعي جدا لما يحدث
عشان اقدر اخد الكوركتيف ميجرز المظبوطه. اذا فكره الاداره مش بس خطه، ده خطه وتطبيق ومتابعه وتقييم وتقويم. جميل قوي. ايه بقى مكونات الخطه اللي انا هعملها اللي هي اسمها هايل. الخطه الاستراتيجيه؟ هايل. اذا اتكلمت على فكره مكونات الخطه الاستراتيجيه بنسميها فورميوليشن، ودي المرحله الاولى في الفورميوليشن، بنسميها الانبوت ستيج، مرحله ادخال البيانات او مرحله التغذيه. خلاص، الانبوت ستيج دي بعمل فيها ايه؟ عشان انا عايز اعمل خطه ل5 سنين جايين. طيب ما انا لازم اعرف الاول انا وضعي ايه دلوقتي، صح؟ مهم جدا. انا وضعي ايه؟ طب وضعي داخلي ولا خارجي؟ الاثنين. فبنعمل حاجه اسمها تحليل البيئه الداخليه او internal factor evaluation، وتحليل البيئه الخارجيه external factor evaluation مع بعض، زائد competitor profile. ما انا عايش في البيزنس مش لوحدي، ده انا عايش في وسط competitors، فمهم قوي يبقى عندي فيدباك وتحليل كامل لوضع الكومبيتيتورز في الماركت وماي بوزيشن فين بالنسبه للكومبيتيتورز. كويس. بنسميها مرحله الانبوت ستيج، مرحله التغذيه بالمعلومات، بلم المعلومات عن الوضع الداخلي بتاع مؤسستي، الوضع الخارجي، وضع الكومبيتيتورز. جمعت المعلومات بعمل لها اناليسيز عشان اعرف بالظبط ماي بوزيشن. كويس. طيب بعد ما اجمع المعلومات واعمل لها اناليسيز، انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احدد الاستراتيجي بتاعتي اللي همشي بيها خلال الفتره الجايه، التي تتناسب مع ايه؟ مع المعلومات اللي انا جمعتها. واحد، الداخليه والخارجيه والكومبيتيتور سيتويشن. فالمرحله الثانيه بنسميها الماتشنج ستيج من تكوين الخطه. ماتشنج ستيج يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف ايه من الاستراتيجيات التي تتناسب مع وضعي الحالي. طب بعملها كده بمزاجي؟ لا طبعا، هناك ادوات وتولز مختلفه بستخدمها عشان اطلع منها الاستراتيجيه اللي تتناسب مع وضعي التحليلي اللي انا عملته. خلاص، هيطلع لي من كل اداه من دول، من ضمن الادوات، هم مجموعه ادوات مش اداه واحده على فكره، منها سوات اناليسيز مثلا، اوكي، منها الاي اي انترنال واكسترنال فور اكزامبل، وهكذا، منها السبيس ماتريكس. في مجموعه من الادوات بستخدمها عشان تطلع لي ما هي انسب استراتيجيه استخدمها تناسب معايا. حلو قوي. طب انا طلع لي 4 5، هل ينفع اطبق 4 5 استراتيجيات في وقت واحد؟ الاجابه absolutely no. no way. ده انت لو فكرت تطبق 2 مع بعض بنسميها تو ريسكي، فيها مخاطره كبيره جدا على الاورجنايزيشن. يعني انا محتاج احدد استراتيجيه واحده تو ابلاي اون تايم، اغيرها بعد كده نتيجه تغيير المتغيرات، لكن هي استراتيجيه واحده اللي اختارها وابتدي اطبقها على الارض. ليه؟ لان الاستراتيجيه في حد ذاتها محتاجه ريسورسز، محتاجه هيومن ريسورسز، محتاجه فاينانشال ريسورسز، محتاجه تكنولوجيكال ريسورسز، محتاجه فيزيكال ريسورسز. فانا بسخر كل موارد الشركه علشان انفذ هذه الاستراتيجيه. فهل في حد عنده القدره انه يسخر موارد الشركه وموارد زيها لاستراتيجيه تانية، موارد زيها لاستراتيجيه تانية؟ عشان كده بنسميها تو ريسكي، وممكن يحصل كونفليكت في النهايه بين الاثنين. اوكي. طيب اخترت، فلازم اختار الاستراتيجيه، بنسميها الديسيشن ميكنج ستيج، وهي انهي استراتيجيه من دول الانسب بالنسبه لي، مش الافضل فيهم، لان في فرق بين الانسب والافضل. قد تكون الافضل لا تتناسب مع التحليل السيتويشنز اللي انا عملته، صح كده؟ وبالتالي دائما الانسب هي الافضل بالنسبه لي، لان هي التي تتناسب مع كل الظروف المحيطه بوضع الراهن اللي انا فيه.
وبكده ابقى كونت الاستراتيجيه بشكل عام. انواع الاستراتيجيات كتيره طبعا. لا انا حابب ابدا من الانترنال اناليسيز والاكسترنال اناليسيز والكومبيتيتور اناليسيز، التحليل الداخلي والخارجي وتحليل المنافسين. اعمل ازاي يعني ببساطه انترنال اناليسيز للبيئه عندي او اكسترنال؟ سؤال جميل. طبعا يمكن في نقطه نطيتها يهمني اوضحها. بجانب التحليل البيئه الداخليه والخارجيه والكومبيتيتورز، مهم قوي ان اكون كونت فيجن، رؤيه بالظبط كده، وحددت الجولز بتاعتي، الاهداف. خلاص، فيجن هي الرؤيه. يعني انا عايز ابقى فين بعد 10 سنين او 15 سنه براحتك، او بعد 5 سنين، ممكن تبقى مرحليه. انا كل 5 سنين بحط رؤيه جديده نتيجه السيتويشن اللي انا فيها. بالظبط عايز ابقى رانكينج نمبر 1 in the Middle East in the education system. دي رؤيه خلاص فيري كلير اهي. حددت فيها الاندستري بتاعتي، حددت فيها هدفي انا عايز اوصل لفين، حددت فيه المساحه الجغرافيه اللي بشتغل فيها. اذا اي حد هيقرا الفيجن بتاعتي هيستوعب تماما انا ببص لايه وعايز اوصل لايه وانا في انهي بيزنس. حتى لو دي حاجه صعبه، يعني مش شرط الفيجن انا بعملها از دريم ولا لا كحاجه انا متاكد ان انا هعملها. سؤال جميل الحقيقه، لان في فرق كبير ما بين الدريم والإلوجن والوهم. فرق الحلم من الوهم كبير جدا. الحلم يمكن تحقيقه، انما الوهم لا يمكن تحقيقه. صح كده؟ عشان كده دايما بقول عندما احلم خلي حلمي سمارت. لما احط هدف خليه سمارت، هدف ذكي. وسمارت دي مش كلمة انه هدف ذكي وخلاص وصف، لا. سمارت دي 5 حروف ل5 كلمات تحدد لك ما هو الهدف الذكي. الاس مثلا انه الهدف لازم يبقى سبيسيفيك، محدد. الام يبقى ميجرابل، يمكن قياسه. انا عايز ابقى اوصل لايه؟ نمبر 1. لو وصلت نمبر 5 يبقى انا عرفت ان انا مش نمبر 1، اذا قست الموضوع ده فور اكزامبل. اوكي. الاي ابليكابل او اتينبل او اتشيفبل. انما انت عارف اصل كلمه الايه بقى في السمارت ايه اللي كتير ما يعرفوهاش الحقيقه؟ هي انها تكون اجريبل. بالظبط، يعني بتوين البارتنرز او الفاوندرز او الشركه نفسها او المانجر والتيم بتاعه. احط لك هدف لازم يبقوا نفس الهدف موافقين عليه. بالظبط. والمانجر بتاعك بيحط لك هدف انت مش موافق عليه، هتنفذه ازاي؟ صح كده؟ اذا عند وضع هدف معين لازم يبقى فيه نوع من الاجريمنت عليه، ان احنا متفقين عليه. مش هدف وادي وانت في وادي وهو كده اذا كان عاجبك، ما ينفعش. مع ان كتير من الشركات بتعمل كده للاسف، وعشان كده بيحصل فيلير. بس يمكن بيبقى عنده امبريشن انه الفريق مش هيوافق ان انا ازود التارجت، مش هيوافق ان انا اشتغل في ماركت تاني اعنف، لا مش هيوافق ان انا اروح لماركت تاني اصعب او هايل. لسه جديد. هايل، ثانك يو فيري ماتش النقطه دي. ما احنا ما كملناش بقيه الار والتي. صح. الار اللي هو ايه؟ رياليستيك. وكل ما يعني منطقي، كل ما هو منطقي لا يمكن رفضه، لا من المندوب ولا من التيم ولا من المدير ولا من التوب مانجمنت. صح كده؟ انما لو نون رياليستيك هنا هيحصل الكونفليكت، فشيء طبيعي. وبعدين سعادتك لما بتحط فوركاست، هو حضرتك بتحط الفوركاست معه علم وضع الفوركاست ده لوحده؟ ليه سيستم عشان تحط فيه. مش بنام واحلم اصحى الصبح يا شباب انتوا الفوركاست بتاعكم كذا، لا ما بيحصلش كده. ده انا عندي كرايتيريا بناء عليها بعمل ايه؟ بحدد الفوركاست بتاع السنه الجايه، اللي على فكره ممكن يبقى اكتر ممكن يبقى اقل. مظبوط. اذا هناك كرايتيريا وعوامل تتحكم في وضع المستهدف للفتره القادمه. يبقى لازم هيبقى رياليستيك لانه مبني على اسس سليمه.
وبالتالي لازم يبقى اجريبل بينا. انما لو انا جيت كده وخلاص انا عايز اضاعف التارجت بتاعتي للشباب، يا شباب 200% السنه دي هننفذها بلا رياليتي ولا رياليستيك ريزونز ولا كونفينسنج ولا اكسبلانيشن واي، وجي منين التارجت ده واتبنى على اساس ايه. فده بيوصلنا لايه؟ ان الايه تبقى اجريبل، لان بعد كده الار هتمثل رياليستيك، يبقى منطقيه. اخر حاجه التي، التايم باوندري. انا لما احط هدف لازم يحدد بمده زمنيه. بس انا حسيت من ال5 حروف دول يعني معنى كده على قد لحافك مد رجليك، يعني الاداره الاستراتيجيه بتقول كده. لان برضو انا حسيت انه الدريم ماشي، يعني انا عايز يعني زي ما احنا بنقول كده في مصر اطمع في كرم ربنا، او عايز اطلع اكتر، او عايز اطمح لحاجه اكبر. جميل. احنا لسه من شويه قلنا ان اي خطه في الدنيا شكلها ايه؟ دايناميك مش ستاتيك. فانا بحط ماي اوبجكتيفز او جولز النهارده بناء على ايه؟ على معطيات حواليا، بيئه داخليه وبيئه خارجيه وكومبيتيتورز. يعني ممكن الاوبجكتيف او ممكن الفيجن، الرؤيه اللي انا عايز اوصل لها بعد 10 سنين أغيرها. ممكن يبقى فيه هدف بعد 2 سنين، وهدف تاني بعد 4 سنين، وهدف تاني بعد 6 سنين، او اوبجكتيف، وفي الاخر اوصل ان انا ابقى رقم 1 او رقم 2 او رقم 3. برافو عليك. ده الفرق ما بين مصطلحين بنستخدمهم وكتير بيعملوا خلط بينهم ومش فاهمينهم قوي. كلمه اوبجكتيف وجول، ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق؟ الاوبجكتيف ترجمه عربيه هو هدف، صح؟ والجول هو هدف. بس الحقيقه المعنى المستخدم في البيزنس، الجول يرمز لللونج تيرم اوبجكتيف. لونج تيرم اوبجكتيف بالظبط. لو قلت اوبجكتيف بس يبقى مرحله زمنيه قصيره، 6 شهور او سنه بالظبط كده، خلاص. انما لو قلت لونج جول يعني لونج تيرم اوبجكتيف. فالجول مكون من مجموعه اوبجكتيفز مرحليه، مايلستونز. مش احنا قلنا الاستراتيجيك بلان 5 سنين 10 سنين 15 سنه هنط لهم مره واحده؟ لا يمكن، صح كده؟ اللي هي بحط عنده الفيجن او الحلم بتاعي. انما عشان اوصل لهذا الحلم انا محتاج اعدي بمراحل مختلفه. اطلع الدور العاشر، برافو، اللي هي الاوبجكتيفز. برافو عليك، لا اوبجكتيفز مش جولز. خلاص الجولز حطيناها اللي هي النهائيه اللي بعد 15 سنه. عشان اوصل للجول ده لازم اعدي بالاوبجكتيفز دي المرحليه، المايلستونز. اطلع الدور الاول وبعدين اطلع الدور الثاني والثالث وهكذا لحد ما اوصل للدور ال15 اللي انا حاطط فيه الجول بتاعي او الفيجن بتاعتي. بس يعني جزء لازم الخطه الاستراتيجيه عندي يبقى فيها حلم، حاجه صعبه برضو نفسي اوصل لها، اجتهد على اساسها. هو ده الفيجن. انا عايز اوصل لفين بعد 10 سنين. بس عايز اقول ما ينفعش تبقى حاجه سهله. لا طبعا، لا لازم يبقى مطلوبه مني اكسترا مايلز واكسترا ايفورت اعمله. سهله ما بقتش سمارت. لو سهله ما بقتش سمارت، لانه لازم يبقى تشالنجبل. لو هو اتينبل لازم يبقى تشالنجبل، وده شرط، في جزء من التحدي. برافو عليك. مش اعمله وانا حط رجل على رجل ونايم في بيتنا. لا، معنى كده انه لما ابص من منظور الاستراتيجيك مانجر او الاستراتيجيك جروث مانجر هيخليني ارفض بقى الكلام لما حد بيقوله انا بكسب وعندي محل و2 وفرع و2 ومصنع و2 وشغال وبكسب. بس بيجي ساعتها بقى السؤال زي ما حضرتك بتقول، لازم يكون في تشالنج شويه ويكون في دريم موجود. مين قالك انك ما تقدرش وعندك فرصه تكسب ضعف اللي بتكسبه دلوقتي؟ برافو عليك. مين قالك انك ما تقدرش تستحوذ اكتر من اللي بتستحوذه دلوقتي على الماركت؟ مين قالك انك بكره هتكسب نفس اللي بتكسبه هنا؟ ممتاز. ما انت بس تخسر. ممتاز. والدنيا تقف معاك ليه؟ ما انت مش عارف. هتقولي جايز وجايز وبتاع ربنا. طبعا كل حاجه بتاع ربنا. ما ربنا برضو قال لنا تسلحوا بالعلم، والعلم بيقول لنا اعملوا استراتيجيك بلان واعملوا استراتيجيك ادمنستريشن او مانجمنت ديبارتمنت. ليه؟ عشان يبقى عندي استشراف للمستقبل، فحط سيناريوهات لو حصل كذا هعمل ايه. ما تجيش ابقى برو اكتيف. اي بروفيشنال في الدنيا لازم يبقى برو اكتيف، وهيبقى برو اكتيف يعني سباق.
والسباق ده يعني عنده رؤيه مستقبليه. رؤيه أوكي. مستقبليه واستشراف. بالظبط، بس أبقى يطلع بقى. عندي استشراف للمستقبل. تمام. وبالتالي ابقى برو اكتف. هي دي بقى زي عبد الغفور البرعي لما راح بقى الوزير اللي هو كان ساكن معاه وقال له لازم تاخد شغل الورشه وتفتح مصنع. بالظبط. والدوله دلوقتي بتدعم المصانع والحديد برافو عليه برافو عليه. ما هي دي رؤيه. فراح عمل بقى مصنع وتحليل البيئه الخارجيه. ودي استراتيجيه تقريبا حضرتك تشرحها لنا برضو يعني. طبعا. ده كده اسمه ايه بقى؟ فورورد انتجريشن ولا باكورد انتجريشن؟ هو اخد كده بقى. انت دخلتني في اريا هنخش فيها دلوقتي. نخش فيها بعدين. هنخش فيها طبعا، لان هناك انواع مختلفه من الاستراتيجيز، ولازم نبقى فاهمين ايه الانواع دي وازاي وليه اساسا. كويس. فلازم ابقى برو اكتيف، يعني عندي استشراف للمستقبل، فجهز نفسي لسيناريوهات كتيره، ما بقاش رياكتيف. يعني ما ابتديش ادور على طفايه الحريق لما يكون خد الشقه كلها ولا البيت كله ولا العربيه كلها وانا اساسا ما عنديش طفايه حريق، لان ما جهزتش نفسي ان احتمال يحصل حريق، فهتعامل معاه ازاي؟ فلازم اجيب طفايه حريق. نفس الفكره. اوكي. عارف حضرتك فكره التخطيط الاستراتيجي والاداره الاستراتيجيه على مستوى العالم، كم في المية من العالم بيعمل استراتيجيات؟ اللي هو النهارده حصل فيه تطور كمان، 24% من الشركات، من المؤسسات. وورلد وايد. تخيل فقط. هل الباقي ما بيعملش خالص ولا بيعملها بس ما بيعملش؟ مش كامله؟ لا ما بيعملش خالص. ايوه. بيعمل زي ايه؟ ما احنا ماشيين اهو كويس، ما احنا ايه المشكله؟ ايوه كويس. طيب وال24% دول كام اللي بينجح فيهم؟ 10% في انه يوصل للفيجن بتاعته. بالظبط. يعني 2.4% من الورلد وايد اورجانيزيشن بينجحوا في achieving their visions. وده منطقي، ما هم البيج نيمز هم 10% من كل الشركات اللي في العالم، اذا ما كانش اقل. ماشي، بس ما انت عندك 76 ما بيعملوش. اوكي. لا انا اقصد 90% بيفشلوا فيهم كبير. انا اقصد اقول البيج نيمز دول نجحوا عشان هم بيطبقوا بقى الاداره الاستراتيجيه. بيطبقوها صح. بيبقى في اداره استراتيجيه صح، في امبلمنتيشن صح، في فولو اب ومونيتورنج وكنترولنج وايفالويشن وكوركتيف ميجرز صح. اذا كل المراحل لازم تبقى متكامله عشان انجح. خد بالك، لازم اكمل كل مراحل الاداره عشان انجح. انما لو اي مرحله من دول سقطت مني هتتوقع النجاح ازاي؟ ده كله بيلدينج. عارف البازل؟ اوكي. او الميكانو اللي كنا بنجيبه لاولادنا وهم صغيرين، يركب جزء، لو شلت جزء يروح واقع منهار البتاع كله. نفس الفكره، البازل من غير ما يكون كله متكامل مش هتفهم الصوره المرسومه ايه. اوكي. ممكن تتوه منك. نفس الحكايه، كلها اجزاء مترابطه ببعض بتدي لك الصوره النهائيه وتحقق لك الهدف بتاعك والفيجن بتاعك. ما عملتش هتسقط. معنى كده ان انا احدد الفيجن بتاعتي الاول، وده لازم يبقى حاجه في خلال 15 سنه عايز اوصل لها، وتبقى محدده. محدده عايز اوصل لايه، وفي جيوغرافيك زون قد ايه. رقم 2 احدد ايه هي الميشن اللي هي هوصل ازاي، هحقق ده ازاي. يعني هعمل ايه جوه الاورجانيزيشن بتاعتي عشان يساعدني ان اوصل للفيجن بتاعتي. اوكي. يعني زي ايه؟ اعمل ايه يعني؟ نوضح. يعني مثلا عناصر تكوين الميشن ستيتمنت الحقيقه كتيره، فانا لازم ابقى عارف العناصر دي عشان اعرف انا هقدر اعمل منها ايه. يعني مثلا يجي حد يقول لك ايه، انا هحقق الفيجن دي من خلال اهتمامي جدا بالموظفين بتوعي، واخلي فيه ويلفير كلتشر انسايد الاورجانيزيشن، واهتم بتدريب وتطوير الموظفين عشان اوصل للفيجن دي. الناحيه الثانيه اهتم قوي بالكواليتي في الرو ماتيريال اللي بجيبها علشان اكون بيها المنتج بتاعي. الحاجه الثالثه اهتم جدا بيبقى عندي احدث تكنولوجيا في الاورجانيزيشن بتاعتي عشان ابقى اب تو ديت واحقق الافشنسي في الشغل بتاعي. اهتم جدا ان ابقى جرين او سستينبل. اوكي. سستينابيلتي من الحاجات النهارده اللي ترند، كله يقول لك سستينابيلتي اللي هي الاستدامه. هنا الهدف الاستدامه يعني الاستمرار طبعا فور ايفر،
فالاستدامه الحقيقه ليها جناحين، جناح ethical وجناح environmental. اوكي، الجناح الايثيكال اللي هو ايه؟ بيسموه CSR او الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي. يعني لازم يبقى لي دور في المجتمع اللي انا عايش فيه. اهتم بمرضى السرطان، اهتم بالمرأة المعيلة، اساعد اطفال الشوارع، ابني مدارس، اهتم بمحو الاميه، وهكذا. ده دور مجتمعي، فده ethical part. اوكي، الجناح الثاني هو الانفايرمنتال، الجزء البيئي. انا عايز احسن البيئه، اقلل نسبه التلوث، اقلل البصمه الكربونيه في القريه او في المنطقه اللي انا فاتح فيها البيزنس بتاعي. الاثنين مع بعض دول الجناحين بتوع السستينابيلتي. يعني ما اقدرش اقول على المؤسسه بتاعتي I'm a sustainable company الا اذا كنت بعمل حاجه من الاثنين دول. وبالتالي هي اداه من ادوات تحقيق الفيجن، فتبقى تخش جوه الميشن. انت شفت كام حاجه احنا قلناها؟ اهتمام بالموظف، اهتمام بالتكنولوجي، اهتمام بالسستينابيلتي، الكواليتي اوف ذا برودكت، اهتمام بالكواليتي. كل دي عناصر جوه الميشن. بس انا تخيلت الميشن رساله انا بعمل ايه للمجتمع، انا كنت فاهم كده. ايوه لكن هي مش بس كده، هو ان انا اعمل حاجه للمجتمع از CSR كجزء من السستينابيلتي، هو ده جزء فعلا من الرساله بالظبط كده. لكن الرساله كل اللي انا بعمله او يعتبر هو الاي اللي هعمله عشان يوصلني للفيجن بتاعتي. وكانه الاي دي بتاع الشركه. برافو عليك. برافو عليك. اوكي، يبقى انا حطيت الفيجن ثم الميشن بالظبط كده، ثم بعد كده الفاليوز بتاعتي. الفاليوز ما هي القيم اللي انا عايز ازرعها في الثقافه العامه للمؤسسه بتاعتي؟ كوربريت كلتشر شيء مهم، بالظبط مهم جدا. اوكي، الفاليوز ان كل موظف عندي يبقى فاهم ان الامانه فاليو لا يمكن التنازل عنها. بس ده مش كلام عام، الشركات بتشعر انه بيحطوه بس الاهم التطبيق، الترانسبيرنسي. انت ما شاء الله عليك يا دكتور احمد، يعني انت سبقتني فعلا في الحته دي، لان دي اللي كنت عايز اوصل لها. ان انا ما بحطش حاجه، الكلام اللي بنقوله ده في الخطه الاستراتيجيه وفي الكومباني بروفايل وعلى الويب سايت، صح؟ كل ده بنقدمه في الحتت دي وله اهميه قصوى وكبرى. فاهم حاجه، please don't lie. ما تقولش حاجه انت بتعملهاش، لان الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان انا بقدم هذا الملف، سواء الخطه او البيزنس بلان، سواء الاستراتيجيك او البيزنس بلان او الكومباني بروفايل او الويب سايت، لكل الستيك هولدرز اللي بتعامل معاهم. مين هم الستيك هولدرز؟ سواء انترنال او اكسترنال، بدءا من الشركاء بتوعي اللي هم الشير هولدرز، لحد البنوك اللي بتعامل معاها، لحد الكاستمرز، لحد الموظفين. فتخيل انت بتقول ان انا بهتم بالموظفين بتوعي في الميشن ومروقهم ومدلعهم وكل حاجه، واللي بيقرا الكلام ده الموظفين، والواقع عكس كده تماما. What do you expect؟ يعني ده هيأثر بعد كده اصلا على اداء الموظف. برافو عليك. مما يعني ان الفاليوز دي هي determinates بالظبط للاتيتيود بتاع الموظف اللي هيوصلني للفيجن بتاعته. برافو عليك. صحيح، يعني الفاليوز لا يعني ده شيء مهم واساسي، بيحدد سلوك الموظفين وسلوكي كشركه. برافو عليك. ورؤيه حتى كمان الكاستمر للموظفين او للشركه نفسها. انا بقول لك كل الستيك هولدرز بقى، كل اللي بيتعاملوا معاك، بعدها ينعكس على كل من هو يتعامل مع الاورجانيزيشن. يطلع يقول الاورجانيزيشن فعلا دي صادقه وامينه وعندهم شفافيه وبيهتموا بالكاستمرز بتوعهم، يا اما العكس. صحيح، مظبوط. فشفت كل حاجه مرتبطه ببعض ازاي وبتوصل. وهنا تكمن اهميه الاستراتيجيك بلان واستراتيجيك ديبارتمنت. غير ان تبقى شغال الحمد لله ماشيه. سواء معنى كده الحاجات دي كلها هي بتشكل هويه للشركه، مفيش شك. طبعا مش مجرد خطه واوبريشن بلان، لا اطلاقا، هي هويه الشركه على بعضها. طبعا. طب ايه فاليوز تانية يا دكتور؟ لان يعني موضوع مهم، بما انه مش مجرد كلام عام بيتقال ان انا الترانسبيرنسي وان انا اكون صادق والابريشيشن ده المفروض اكتبه. ايه تاني كفاليوز
المفروض انا لو بيزنس اونر اسمعها، ابدا اطبقها، أو حتى لو employee. مش موجوده احاول، او امبلوي حتى لو مش موجوده احاول اتكلم عليها اكتر مع الموظفين، تمام. اتكلم عليها في الميتنجز اللي موجوده، اعلقها في الشركه في مكان واثنين وثلاثه واربعه، اخلي المانجرز customer يطبقوها. focus oriented. كاستمر فوكس اورينتد. customers first. ازاي يبقى الكاستمر بتاعي هو الفوكس بتاع كل واحد to make him satisfied, to make him happy. ان كل اللي انا بعمله ده هيوصل ايه للعميل، او العميل هيستفيد منه ايه، ايا بالظبط. كانت وظيفتي ايه في الشركه. exactly. ايه تاني؟ ليه؟ عشان يبقى satisfied. مم. ليه؟ انا هدفي ايه من خدمة العميل؟ انت كاورجانيزيشن ايه هدف سعادتك من خدمة العميل؟ يعني امنتين ريليشن بيني وما بين العميل عشان يشتري بعد كده، يعني ويفضل عشان- يشتري بس ويبقى لويال ليا ويريكومندني لاكتر أيوة. من حد تاني. يبقى الادفوكيت بتاعي اعلى مرتبة من مراحل تكوين العميل هي الادفوكيت. في مراحل لتكوين العميل طبعا. اه وله مسمى علمي في الماركتينج. إيه يعني هي انا بقى باجي اعمل المراحل؟ ماركتينج لشركتي اللي ما حدش يعرف عنها حاجه خالص، كان بادئ لسه اهو، فكل اللي هوجه لهم الرساله بتاعتي عشان اعمل لهم اويرنس. ما هو هدف الماركت ايه؟ الماركتينج اويرنس، اعرف الناس ان انا موجود وبقدم الخدمه الفلانيه. اصبحوا كل الناس اللي بيوصل لهم الرساله بالنسبه لي بسميهم ايه؟ suspects. اوكي، مش prospects، suspects. طب الناس عرفت عني وعرفت ان انا موجود، اهتمت ولا ما اهتمتش؟ ابتديت تهتم وعايز تعرف اكتر، اصبحوا prospects. ده الليفل التاني. طب البروسبكتس اللي اهتموا وجايين يشوفوا عايزين يعرفوا هل هم qualified ولا non qualified؟ qualified to buy from me. exactly. qualified to take the service و to buy from me. كويس. بالنسبه انا محتاج كواليفايد. طب ايه هي عناصر الكواليفيكيشن اللي بناء عليه بحدد عماد نون كواليفايد واحمد كواليفايد؟ 3 عوامل اساسيه، هو تراينجل او مثلث بنسميه المان، MAN. الام ترمز للماني، لازم معاه الكابيتال اللي يقدر يشتري بيها ومناسبه. الان النيد، لازم محتاجها، محتاج منتجي او خدمتي او سيرفيس بتاعتي، سواء هو عارف او مش عارف. احيانا العميل لا يعلم بالنيد بتاعته، او هي مش واخده البرايورتي حاليا، او في المايند سيت بتاعه، هي مدفونه تحت. فانا مهمتي كسيلز تيم وماركتينج ان ابوش النيد دي من الليست برايورتي الى الايه؟ بريميوم برايورتي. اذا النيد لازم تكون ظاهره وواضحه عشان اقول عليه كواليفايد بروسبكت. طب ايه الحاجه الثالثه اللي هي الايه؟ احنا قلنا مان، ماني ونيد. الحاجه الثالثه ايه؟ الايه؟ الاثوريتي، ان يكون صاحب قرار. يعني ما اروحش الواحد مش هو صاحب المصلحه، مش هو صاحب القرار، وابتدي اضيع معاه وقتي وفي الاخر هو لا يتخذ هذا القرار. والمان دول ال3 محاور اللي بيقيموا الكواليفايد ليد او Prospects. بيرسون او البروسبكت بالنسبه لي. برافو عليك. يبقى اقول عليه ده عنده اثورتي، هو صاحب القرار، هو اللي بياخد القرار، بيقول انا هشترك او انا هدخل مراتي، او الست تقول احنا هنشتري فانا اروح للست. هي صح اللي كده؟ هتشتري، هي اللي بتقرر يعني. بالظبط في كل كده. حاجه هم اللي بيقرروا. برافو يعني. عليك. هي صاحبة القرار هنا. أيوة. فيبقى اما اوجه لها، اما تبقى مين البروسبكت بالنسبه لي؟ هي. ايوه. خلاص، هي متحكمه في الفلوس. طب افرض هو اللي سجل في الاعلان، اقول له معلش يعني هو اللي ايه؟ المنتج الاول. يعني كان بينه هو اللي سجل في الاعلان، أيوة. اقول له لا يعني خد الاذن بس الاول يعني. فبالنسبه للسيلز لازم يحدد الكواليفايد عشان ما نضيعش وقت على الفاضي. بعد الكواليفايد انت ده عارف دي إن اخر السيلز مرحله. تيم اغلى دخل في العالم، اغلى واحد بيخش له دخل هو السيلز جاي، واغلى واحد تكلفه على الشركات هو السيلز جاي. ليه؟ لانه بيحسب بالبرودكتيف تايم بتاعه، بيقضي قد ايه مع العميل ويطلع منه نتيجه. تخيل انت كام دقيقه، صح؟ فبياخد مرتبه ده كله عشان الكام دقيقه اللي بيقعدوا مع العميل. فاذا لم يكن برودكتيف اصبح ايه؟
ده ويست اوف ماني. طيب انا ضيع وقتي بقى مع مين؟ او الوقت ده الفاليبل ده جدا والغالي، مع الكواليفايد بروسبكتس ولا اي بروسبكتس يقابلنا اروح اقعد احكي في البحكي؟ الكواليفايد. لازم احدد الكواليفايد، ودي من البروفيشناليتي بتاعت السيلز تيم والاورجانيزيشن، انه عارف مين التارجت كواليفايد بروسبكتس بتوعه اللي يركز عليهم عشان الوقت بتاعي فاليبل، فيبقى هم دول التارجت بتاعي. احنا طبعا بنتكلم من واقع خبره حضرتك، يعني لما كنت بالظبط. دايركتور ماركتنج اند سيلز اكزاكتلي لتيم بيشتغل في اكتر من 13 دوله. بالظبط كده. دي شركه كانت فارماسيوتيكال صح كده؟ هي ميديكال ميديكال ديفايسز. ميديكال ديفايسز بالظبط. دي كانت الشركه اسمها ايه؟ اتس امريكان كيندرو. هي اساسا كان اسمها سورفال، كانت عملت ميرج، سورفال امريكان كومباني ميرج مع هيريوس جيرمان كومباني، عملوا ميرج توجذر وغيروا الاسم لكيندرو لابوراتوري. دول بيصنعوا نوع واحد من الاجهزه بس مع different styles وفانكشنز وفيرجنز. ده فوكسنج جدا بقى على جدا بيعملوا اجهزه الطرد المركزي. تسمع انت عن موضوع اجهزه الطرد المركزي دي كتير، وخصوصا الديكيدز الاخيره. بالظبط كده، اللي هي امريكا كانت بتطارد ايران عشان اجهزه الطرد المركزي، ومنعتها منها ان الاجهزه دي بتعمل القنبله الذريه. يعني انت كنت بتبيع قنبله ذريه بالظبط. انت متخيل الريفوليوشن؟ الجهاز الطرد المركزي ده مثلا 120 كام لفه في العربيه اقصى سرعه؟ عربيتك اقصى سرعه لما يجي المؤشر على الاحمر بيقول لك الريفوليوشن الار بي ام واصل لكام؟ 10 باين؟ ما بيوصلش 10 زي ولع منك في الاحمر. انما بدءا من الستة هتلاقيه ايه دخل في الاحمر، صح؟ يعني 6000 لفه في الدقيقه. السنترفيوج ده اللي بيعمل القنبله الذريه ويفصل الذرات بيوصل ل 121,000 لفه في الدقيقه. من 6000 ل 121,000. تخيل السرعه بتاعته قد ايه. فدي كانت الاجهزه اللي احنا شغالين فيها. فانا كنت ماسك السيلز ماركت دايركتور كريجنال سيلز ماركت دايركتور لسورفال في الاول، وبعد كده بقينا كيندرو لما انضمت علينا هيريوس عن كل 13 دوله في الميدل ايست. ده احنا عايزين نرجع لدي عشان اداره فريق العمل، تحديد ايه الاوبجكتيفز بتاعتهم، اترين الناس دي ازاي تحديدا، في ايه اكتر مشاكل في المبيعات، موضوع الترقيه، استقرار الموظف انه يروح من شركه للتانيه وبعد ما انا دربته وعلمته. يعني عايزين نتكلم في الحته دي، بس عايز اخرج من موضوع الاداره الاستراتيجيه لانه موضوع شيق جدا. وبعدين احنا هكمل السلم بتاع العميل. تمام صح كده. احنا قلنا وصلنا لكواليفايد بروسبكت كواليفايد بروسبكت، وبعد كده اشترى مني، نجحت واشترى مني بقى كاستمر. ممتاز. او كونسيومر، خلاص، لانه اشترى مني خلاص ودفع فلوس وخد المنتج بقى كاستمر. لان في لبس بينه وبين الكلمه اللي بعد كده الكلاينت ليفل اعلى من الكاستمر. كويس. كاستمر هو اللي بيشتري مني مره واحده ويختفي. زي ما قلنا الكواليفايد بروسبكتس ده مهم قوي عشان هو ده اللي ركز عليه. كويس. عشان يبقى عميل للشركه او يبقى كاستمر للشركه. امتى بيبقى يسمى كاستمر؟ عندما تتم عمليه البيع والشراء ويتم سداد ثمن الخدمه. كويس. وحضرتك قلت لي اللي بعده هو الكلاينت بالظبط. وهنا بيحصل خلط ما بين كلمه كاستمر وكلاينت، وكتير مش فاهمين ايه الفرق بينهم. الحقيقه الكاستمر اللي اشترى مره واحده وما رجعليش تاني هيفضل كاستمر بالنسبه لي، لكن لو رجع لي تاني وتالت ورابع اصبح هنا ايه؟ كلاينت. كويس. وهنا الفرق الكبير. عشان كده مهم قوي وانا بعمل ماركتنج بادجت اهتم قوي بالبادجت بتاعت الكلاينتس. كويس. لازم يبقى لهم جزء من الاهتمام في الماركتنج بادجت بتاعتي. ليه؟ عشان انا عايز احافظ عليهم لويال. ما هكون اشترى مني مره واثنين وثلاثه اصبح لويال. مظبوط. ودي انترنال اكسبنسز بقى، يعني انا هصرف على الكلاينت في الافتر سيلز. هايل يا دكتور احمد، ثانك يو فيري ماتش. لانك قلت لفظ انا عايز اقف عنده، لان ده فيه ميس اندرستاندينج كتير. نظره internal expenses دي نظره
financial واكاونتنج ديبارتمنت، لكن فعليا نظرة الاونر والماركتنج ديبارتمنت والاستراتيجيك ديبارتمنت انه انفستمنت. اي مصاريف بتحطها في الماركتنج كبادجت is an investment وليست expenses. برافو عليك. وفرق كبير بين الاثنين، لان الاكسبنسز انت مش منتظر منها عائد، انت بتصرفها خلاص، دي مصاريف ثابته. عشان انور لازم هدفع الكهرباء، وعشان البوتاجاز يشتغل لازم الغاز يبقى مستمر، صح؟ الايجار لازم يدفع، وبالتالي فيكسد اكسبنسز. لكن البادجت بتاعت الماركتينج ده انفستمنت. عشان كده بنستنى دايما من الماركتينج دايركتور، هسأله اما يجي يقول لك والله يا دكتور احمد انا عايز $1,000,000 بادجت للماركتينج السنه دي. ايوه. هتقول له اوكي، بس what is ROI؟ what is the return on investment؟ صح؟ هتاخد 1,000,000 هيرجع لي مقابله بكام من البلان اللي انت بتعملها دي عشان تعمل ماركتينج. افهم من كلام سعادتك ان وانا بزنس اونر وانا في مجلس الاداره، لما يجي يقول لي السؤال ده انا هصرف اكس على الماركتينج، لازم ابقى فاهم منه هو هيأكواير كاستمرز قد ايه، وهيمنتين ريليشن شيب مع العملاء عشان يشتروا مره واثنين وثلاثه قد ايه. مش هدفي بس انه يجيب لي نيو كاستمرز، لا طبعا، ده هدفي كمان ان يتحول الكاستمر وفلوس، تحول لفلوس. صحيح، يتحول لكلاينت مره واثنين. برافو عليك، واخد بالك؟ ويتحول لفلوس في النهايه. كل دول هيتحولوا لازم لماني. صحيح. بس عايز اقول نوع الماني اللي جالي ده، نوع الريفينيوز جاي لي ما منين؟ تبقاش جاي صح، ده اللي انا بسأل طبعا ما تبقاش جايه بس من ولازم نيو تبقى كاستمر، تقسيمته واضحه وكلير، وعارف الريتيرن انفستمنت هيجي لي قد ايه. مش كتير من الشركات بتركز في ده، انه الكلاينت يعني ان الكاستمر لايف فاليو، ان الكلاينت يشتري مره واثنين وثلاثه واربعه، مش بتركز على ده، او الورد اوف ماوث للاسف. بس الحقيقه من تجربتي العمليه مع المالتي ناشونال كومبانيز اللي اشتغلت معاهم، it's very important. صحيح. it's very important point. الحقيقه يعني عايز اقول زي ما بقول لك انا كنت محظوظ، لان اتعلمت حاجات عندهم ومعاهم كممارسه عمليه وتطبيق عملي هايله رائعه. للاسف كثير من شركاتنا في المنطقه العربيه والميدل ايست الا من رحم ربي هم اللي بيطبقوا الكلام ده، لكن الباقي لا خالص، ولا يفهم معنى الكلام ده. ولو قعدت تتكلموا معاه هيقول لك بلاش فلسفه، انت جاي تتفلسف علينا، انت جاي تنظر علينا، بالظبط كده. وده اللي لكن بتسمعه. حقيقه دلوقتي في شركات في حتى في الماركت في مصر وفي الميدل ايست بشكل عام، يعني اداريا اقوياء بشكل غير طبيعي. كده قلت الا من رحم ربي. صحيح. واخد بالك؟ طبيعي. وفي ناس بتتعلم برضه، في ناس اتعلمت وبالتالي عايزه تطور، وعرفت ان ده فاليو اللي بنتكلمه، ده كلام ليه فاليو وحقيقه ليها امباكت فيري بوزيتيف على البيزنس لما نطبقه صح. مش تنظير ولا كلام ولا منظره خالص، ده واقع وتطبيقه عملي. يعني معنى كده بتطبقه من زمان. يعني حقيقة فكرة البودكاست أو يعني فكرة إن أنا أتعلم ويبقى عندي continuous development concept في شخصيتي، كان دايما مرتبط بإن أنا أنا محتاج أشتغل كتير قوي، واروح لشركه واثنين وثلاثه واندستري واثنين وثلاثه، فاتعلم اكتر. انا حسيت دلوقتي من كلامك الى انه ينفع اتعلم الاول وادرس الاول وادرس كورسز الاول، او اعمل MBA او DBA، وساعتها ده هيبقى البيز اللي بشتغل عليه، وازود عليه بقى الاكسبيرمنتال اكسبيرينس. اما في الشك لانه حضرتك لما بيجي اي طالب، معظم الجامعات اللي احنا بنتعامل معاها مش بتيجي تقول لك عشان تحضر الماجستير لازم يكون عندك وركينج اكسبيرينس قد كده. يبقى البيز ما ينفعش اجيب واحد فريش جراد ما اشتغلش خالص وخليه يدرس الMBA. الواقع العملي مش هيفيده هنا لان ما عندوش تجربه عمليه. ايوه، لازم يعيش التجربه العمليه ويقابل البروبلمز المختلفه
ويقابل المشاكل المختلفة عشان لما يخش يحضر الMBA at least 2 years experience يبقى أو at least working experience. بالظبط لقى حلول للمشاكل اللي شافها بعينه بس وحسها. في نفس الوقت كمان ما يبقاش أنا عندي impression إنه عشان أقدر أثبت نفسي أكتر أو أنجح أكتر أو أعمل بيزنس أشتغل، بس أنا محتاج أشتغل وأتعلم لا طبعا الاتنين مع بعض. الخبرة من غير scientific background دي بنسميها skill، خبرة عملية مارستها. لكن لما بتضم عليها الساينتفك knowledge بتتحول إلى competency، وهو ده الفرق الكبير ما بين الكومبتنسي والسكيلد. يا ترى أنا عايز في المؤسسة بتاعتي skilled people ولا competent people طبعا. ليه؟ يجمع ما بين العلم انه دارس برافو عليك. بشكل ليه؟ خصوصا لأن ان العلم بيجي competent- اصلا من التطبيق برافو عليك، يعني. هايل. وفي نفس الوقت اللي عنده الكومبتنسي he's a broad mind واوبن مايند، اذا انا اقدر اوظفه في اكتر من مكان في الاورجنايزيشن يستطيع استيعاب ما هو مطلوب منه وتنفيذه. انما السكيلد اللي متعود على something هو ما بيعملش غيره وما عندوش الساينتفك باك جراوند اللي هي الكومبتنسي، اوكي، هيبقى توظيفه في مكان اخر غير اللي هو فيه قاتل، ومعدلات فشله هتبقى اكبر، ومعدلات الريزيستنس بتاع الشخص نفسه اعلى واعلى غير الشخص الكومبتنت. مش كده بيقول لك دايما لما تيجي تعين حد في شركتك دور على الكومبتنسز، ما تدورش على سكيلد بس. احيانا بحتاج سكيلد بس لو هو طبيعه عمله محدوده، ايوه، وهو ده اللي هيعمله بس وانا مش عايزه في اكتر من كده. لكن بشكل عام لما اجي اختار موظف لازم يبقى كومبتنت، يعني عنده باك جراوند ساينتفك وعنده النولج وعنده السكيلز وعنده الخبره. يمكن كلام حضرتك ده جميل قوي بصراحه. الله يخليك حبيبي. فكرني برضو بالكونسبت. لو انا عايز اتعلم فبقرا كتب، فلقيت ان من اشهر الكتب في الاداره الاستراتيجيه وانا بحضر للبودكاست مع سعادتك From Zero to One او Zero to One، الكتاب لمؤسس بيتر ثيل، وده مؤسس باي بال واول الانفستورز في فيسبوك. فهو كان بيتكلم على مفهوم لطيف جدا، كان بيتكلم على الانوفيتيف مونوبولي. بيقول انت عشان تكمبيت في الماركت ابعد عن الكومبيتيشن وخليك محتكر، لكن محتكر لانوفيتيف ايديا او انوفيتيف سولوشن في الماركت. وده من اكثر الكتب مبيعا. انت بيقول لك زي جوجل، انا عملت سولوشن، يعني اذا كمحركات بحث ما حدش بينافسني فيه، حتى لو حد بينافسني زي بينج او غيره، لا انا في حته تانية. فروح خليك نافس، بس انك تعمل فكره جديده ما حدش عملها قبل كده وتبقى تك طبعا اجري بيها. على الناحيه التانية كتاب بقى لمؤسس BNG كان اسمه او روجر فيرمان، ده استاذ للاداره في احد كليات الاداره في امريكا، وفي نفس الوقت كمان مؤسس BNG او الرئيس التنفيذي لBNG. الكتاب اسمه Playing to Win. الكتاب فكرته لطيفه، تعالى نلعب عشان نكسب. استراتيجيات بقى اكمبيت بقى ازاي. ده بيتكلم فكره مختلفه تماما عكس بيتر ثيل. لا انا اكمبيت طبعا BNG يعني بتنافس في العالم كله، في كل الماركتس، في كل المنتجات، ودايفرستي بشكل غير طبيعي. فبيقول لك ايه، تعالى بقى انا العب فين، اللي هو الجيوغرافيك زون بتاعتي، المنتجات اللي انا بشترك فيها، ايه الاستراتيجي بتاعتي، اكمبيت ازاي، استيبل ازاي، واكسب ازاي. فالحته اللي حضرتك قلتها هم كمان حولوا التطبيق، الخبره العمليه لعلم طبعا. فاحنا بندور برافو في عليك، برافو عليك. ما ينفعش اتعلم بس وما ينفعش ابقى متخيل ان النجاح انتجريشن لازم توجذر. الحقيقه المثالين اللي انت قلتهم دول على طول تبادر الى ذهني الفرق ما بين الريد اوشن استراتيجي والبلو اوشن استراتيجي. الانوفيتيف والبحث عن الجاب ان ذا ماركت، هنا حد بي directed towards the blue ocean، اللي هو جات منين التسميه بلو اوشن وريد اوشن دي. انت عارف الاوشن لونه بلو طبيعي ازرق، اوكي، وبالتالي هو صافي وفي ما فيه من الاسماك مش كتير، خلاص. الريد اوشن ليه سموه ريد اوشن؟ مش عشان هو طبيعته حمراء، لا، لانه مليان بالاسماك الكبيره والصغيره، وهناك زحمه بالظبط، فالكبير ياكل الصغير فيسيل الدماء في الاوشن، فاصبح اسمه ريد اوشن. عشان كده يقول لك الماركت اللي فيه كومبيتيشن كتير
انت داخل على ريد اوشن ماركت، فبالتالي لازم تفكر من هذا المنطلق، بينما التاني داخل على بلو اوشن، وبالتالي الاستراتيجيه بتاعتك تبقى تتناسب مع البلو اوشن. طب ايه امثله حضرتك واجهتها في مجال عملك وقت ما كنا جي ام؟ حضرتك قلت لي لاحد الشركات الامريكيه اللي موجوده او اندمجت مع شركه المانيه. ايه الامثله وقت ما كنا شغالين على برودكت او غيره؟ هقول لك حاجات كانت انوفيتيف كمان. اوكي، بس قبل ما اوصل للنقطه دي عايز اكمل السلم بتاع البيع. انا وصلت لفين؟ للكلاينت اللي انا عايزه يبقى لويال، واحدد له بادجت في الماركتنج عشان احافظ عليه. الريتنشن اوف ذا كاستمرز مهم جدا، ان هم الباك بون بتاع شغلي، الناس الكارنت واللويال دول. طيب اخر مرحله اللويال ده انا بعد كده هيوصل لفين؟ هيوصل يبقى ادفوكيت. ادفوكيت ترجمتها بالعربي اللي هو المحامي، او زي الافوكاتو. الافوكاتو ده بيتكلم بنيابه عن مين؟ عن الاخرين بالظبط كده. فاذا انا عايز اوصل السسبكت اللي انا بقيت معاه الى ادفوكيت، يبقى هو الورد اوف ماوث، كانه امباسادور كده. برافو عليك. الوان تكنيك، الورد اوف ماوث، اقوى اسلحه الماركتينج في الدنيا واكثر تاثيرا، بدليل ابتدوا يفكروا او يظهر الانفلونسرز ومدى تاثيرهم على الاخرين في شراء المنتج او ترويج المنتج. فانا عايز كل الكاستمرز بتوعي اللي بقوا كاستمرز خلاص واشتروا يتحولوا لكلاينتس، وبعد ما يبقى كلاينت يتحول ادفوكيت، هو اللي يعمل لي ماركتينج، لانه اكثر ثقه. وهذا هو الستير او السلم التدرجي بمسمياته ومعانين مختلفه عن الانواع المختلفه في الماركت اللي بيتعامل معاها اي اورجانيزيشن وعايزين يوصلوا فين معاهم. نرجع بقى للسؤال بتاع سعادتك، وهي فكره الحاجات اللي انا مارستها بشكل عملي مع الشركات الانترناشونال في حته الريد اوشن والبلو اوشن بالظبط. لا انت طبعا ده احد كلاسيكيات الكتب، يعني طبعًا. كتاب بلو اوشن استراتيجي ده طبعا بعد كومبيتيتيف استراتيجي لمايكل بورتر. زي ما قلنا الريد اوشن هو ماركت مليان بسيميلر برودكت وسيميلر سبلايرز لنفس المحيط الاريا اللي هم شغالين فيها، وبالتالي هنا الصراع قوي جدا. خلاص، عندي منتجات مختلفة وموردين مختلفين للمنتجات دي، بس وكلنا في سوق مصر. كلنا ذا سيم. صحيح، كلنا ذا سيم اولموست. اوكي. انما البلو اوشن مبني على ايه؟ مبني على انك تجيب سامثينج ملوش كومبيتيشن، او عدد الكومبيتيشن قليل، وبالتالي ما يحصلش العض في بعض وإسالة الدماء وتحول لريد اوشن. كويس. او اروح لسوق جديد خالص بنفس المنتج. طب ما انا هبقى فيرست موفر مثلا. ممتاز. خلاص ده كده بطبق برضو مفهوم البلو اوشن. يبقى كأني بطبق مفهوم البلو اوشن، او انزل بانوفيشن جديد حتى والمنتج موجود وله كومبيتيتورز، بس انا نزلت بانوفيشن جديد على نفس المنتج خلاه يؤدي لي فانكشن ديفرنت عن الاخرين، فبقت كومبيتيتيف ادفانتج بالنسبه لي، واصبحت انا الوحيد اللي بيلعب في الاريا دي، رغم ان انا في سيميلر برودكت بيأدوا 3/4 اللي انا بعمله بس مش 100%. فاصبحت انا ايه؟ عندي competitive advantage بالنيو انوفيشن او نيو ابليكيشن اللي اتعملت. يعني معنى كده ان دي استراتيجيات اصلا للكومبيتيشن، يعني طبعًا. يعني التنافس نفسه ليه استراتيجيات مدروسه طبعا معروفه المفروض 100%. انا في النهايه بعمل ده كله ليه؟ الاستراتيجيك بلان هدفها ايه؟ او استراتيجيك بارتنر. بس يعني انا حاسس كده الاستراتيجيك ايه الهدف النهائي؟ تخش في كل حاجه، تخش في الماركتنج، تخش في الاوبريشن، تخش في السيلز، بتخش في حتى الR&D للبرودكت اللي موجود طبعًا. عندنا طبعا في الماركتنج، في الHR، صحيح، في الفاينانس، everything strategic plans in every corner في الاورجانيزيشن. طب عشان نرجع لو كان الاجابه على سؤال انا وانا بزنس اونر وانا دايركتور وانا عندي مصنع، عندي شركه، عايز افتح شركه، انا الاول قررت ايه هي الفيجن بتاعتي، ثم بعد كده الميشن،
ثم بعد كده حطيت الفاليوز. الفاليوز، وطبعا اتكلمنا على اكتر من فاليو موجوده، قلنا ان ده ازاي ده شيء مهم للغايه، لان طبعا. ده بيحدد الديترمينيتس الكالتشر. للبيهيفير بالظبط. والكالتشر بتاعه الموظفين هيعملوا ايه طبعا. ومجهودهم هيبقى ازاي، وبالتالي هينعكس على البرودكتيفيتي. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بحط الجولز الجولز بتاعتي. وقلنا ايه الفرق ما بين الجولز والاوبجكتيفز، وعرفنا الفرق بين الجولز والاوبجكتيفز بالظبط. بعد كده بعمل فورميوليشن هم الثلاث مراحل اللي قلنا عليهم. الفورميوليشن اللي هو الانترنال او الداتا اناليسيز، انترنال واكسترنال وكومبيتيشن. وبعد كده بعمل ايه؟ ماتشنج ستيت، ماتشنج عشان اعرف ايه الاستراتيجي المناسبه بالنسبه لي بالظبط. هيطلع لي 4 الاخيره او اوصل للديسيشن ميكنج ستيج اللي هي اختار فيها استراتيجيه واحده اطبقها وابدا انفذها. ومع التنفيذ ده وي هاف ان احنا نقوم تاني لما اجي ابريزل، نتابع ونقيم عشان اغير. برافو عليك. فبغير عشان اخد الكوركتيف ميجرز او كوركتيف اكشن المناسب مع الوضع. يعني انا لو جبت ورقه وقلم ومشيت بالخطوات دي، انا كده عملت استراتيجيك بلان لشركتي بالظبط. ومش بس كده، ولو حطيت هطبق ازاي ومين هيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي وبكام، عملت امبلمنتيشن وحطيت خطه وكي بي ايز وبالانس سكور كارد للمتابعه والتقييم لكل مرحله من دول. خلاص يبقى عملت اكسكيوشن اند ايفالويشن ستيج، يبقى كده عملت اداره استراتيجيه متكامله. كويس. تيجي تقول لي بقى سؤال مهم، ما هي انواع الاستراتيجيات؟ ولا انا عندي استراتيجيه واحده اطبقها؟ لا اسال انا بقى. طيب اسال طبعا. انا عايز، وانا ما انا بفكرك لانك سالت في الاول السؤال ده. صحيح. وانا قلت بس انا لك كنت هرجع قبله خطوه عشان اسال على الانترنال اناليسيز والاكسترنال اناليسيز والكومبيتيشن او الكومبيتيتيف او الماركت كومبيتيشن اناليسيز. الثلاث حاجات دول يعني الكومبيتيتورز بروفايل. الثلاث حاجات دول، هل في موديل، هل في اداه نعرف اسمها ونفنط فيها كده؟ فانا امسك ورقه وقلم واعملها، يبقى انا عملت اول خطوه اللي هي مرحله الداتا انتري او الفورميليشن. طبعا. طب بص، كل مراحل الاستراتيجيك مانجمنت وبالذات الاستراتيجيك فورميوليشن ليها ادوات وموديلز اي هاف تو فولو. ممتاز. مش مجرد كلام عام ده خالص ولا بخترع. كويس. ده هي حاجات ستاندرد موجهه لازم احطها واجاوب عليها. تختلف الكرايتيريا اللي جواها بس البيز واحد. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل internal evaluation. يعني ايه internal evaluation؟ تحليل للبيئة الداخلية للشركة. يبقى هنا لازم اعمل ايه؟ الشركة فيها كم قسم؟ 5 6. تختلف حسب الشركات، انما بالظبط 5 6 10 whatever. بدءا من الإدارة العليا لحد فين؟ لحد الحراسة بره. اوكي؟ بعمل auditing لكل قسم من دول. يعني ايه auditing؟ يعني بقيم كل قسم عنده اهداف ولا ما عندوش اهداف، طب بيحقق الاهداف دي ولا لا، طب ايه المشاكل والمعوقات اللي عنده، طب محتاج ايه عشان يتحسن. اذا انا بحط مجموعة من الكوشنير لكل قسم حسب تخصصه عشان يجاوبني عليها. فلما يجاوبني عليها وانا جايب استراتيجية للمستقبل، هيبقى عندي صورة واضحة لكل قسم ما هي نقط القوة ونقط الضعف بتاعته، ومحتاج ايه ومش محتاج ايه. تمام؟ يبقى انا اعمل اناليسز للقسم ده الداخلي واعرف ايه السترينثز والويكنسز بتاعته. برافو عليك. حلو. يبقى ده اسمه الاناليسز اللي بعمله للانترنال ديبارتمنتس اللي موجوده بالزبط. عندي في وده بنسميه internal factor evaluation. كويس. خلاص. كويس. والفورم ده بنسميه الماتريكس بتاع الاي اف اي. كويس. تمام. طيب الاكسترنال بقى هو ايه؟ الاكسترنال نفس الفكره برضو بالنسبه لاي اورجانيزيشن. نعرف الاول ايه هي عوامل الاكسترنال. كويس. صح. يعني لما اقول اكسترنال اقيم البيئه الخارجيه. ايه البيئه الخارجيه بتاعت اي اورجانيزيشن؟ السوق بتاعي. ايه تاني؟ الحقيقه انا كنت هقول الكومبيتيتورز، بس احنا هنعمل كومبيتيتورز بروفايل. انترنال احيانا بيعتبروه خارجيه بس هو مينلي داخليه. اوكي. ولا ساعتها نقول بقى بيستل اناليسيز. برافو عليك. عندي حاجه اسمها بيستل اناليسيز. ده بيحلل لي البوليتيكال سيتويشن، الايكونوميكال سيتويشن، السوشيال سيتويشن، التكنولوجيكال سيتويشن، الانفايرمنتال سيتويشن اند ذا ليجال سيتويشن.
عشان كده قالوا بيستل، الحرف الاول من كل كلمه زي سمارت كده. اوكي، الحرف الاول من كل كلمه. الحرف الاول من كل كلمه دول يقول لي حل كل العوامل الخارجيه اللي بره الشركه اللي ممكن تاثر عليا كشركه. طبعا الوضع الاقتصادي اللي انا هفتح فيه الشركه، البلد دي وضعها اقتصادي ايه، تعبانه والناس فقرانه وحالها كرب، ما اجيش افتح رولز رويس برانش. انا بفتح ليه؟ عشان احلل الوضع، عشان اعرف انا هعمل ايه بكره. هو يمكن بيست الاناليسيز لو قيمناها دلوقتي على الريل استيت ماركت في مصر هتبقى ذات اثر جدا، يعني لانه السوق ده دلوقتي هو على كل حاجه في طبعا على بص، ايا كان البيزنس بتاعك مهم جدا انك تعمل internal واكسترنال. internal بتعمله سوات اناليسيس، وبمناسبه السوات اللي هي السترينثز weaknesses opportunities and threats. الامريكان نزلوا باسم جديد على فكره، اوكي، وده برضه عشان تبقى معلومه للناس اللي معانا اتفرجوا علينا، اصبح اسمه سواك مش سوات. الاس سترينثز في الويكنسز opportunities and غيروا كلمه threats ل challenges. لا، كلمه threats تقيله شويه، وكلمه مخاطر بتقلق الناس واخد بالك، فقال لك هنعتبرها challenges تحديات، فتبدلت من سوات الى. طيب الكومبيتيتور بروفايل بقى اعمله ازاي؟ هايل. انا عايز اعرف ايه عن الكومبيتيتورز. اوكي، عايز اعرف ايه عن الكومبيتيتورز. انت ليك كومبيتيتورز في الماركت يا دكتور احمد، صح؟ ايه اهم الحاجات اللي عايز تعرفها عنهم؟ عايز اعرف المنتجات اللي بيبيعوها، اسعارهم ايه، هايل. حتى اهدافهم، يعني طبعا كل فتره طبعا، الموظفين وامكانياتهم، رؤيتهم الميشن بتاعتهم، صح كده؟ ونبقى حلوين مع بعض. النقط يعني دي صعبه، يعني دي صعبه دي. لا بس دي مش يعني هتعرفها، دي كل هتحسها، دي هتحسها، بس كل المجالات دايما البيج بلايرز الثلاثه الاربعه اللي موجودين في سام كايند اوف تفاهم موجود ما بينهم. اكيد، صح؟ ما هو ده بيسموه استراتيجيك الاينس. اتحاد استراتيجي، لا هو اتحاد مادي ولا عملي ولا ميرج ولا حاجه خالص. احنا بنتفق على اهداف بعيده المدى تفيد المصلحه الخاصه بكل شركه مننا، بس هنمشي في سكه واحده، لان دي اللي هتؤدي لمصلحتنا احنا. ومهم برضو يكون في احترام ما بين الكومبيتيتورز. اي هوب يعني للاسف نوت تو ذات اكستنت. بس هل في اندستري قد نظهر الاحترام وقد الشركات تظهر الاحترام وريسبكت، لكن انترنالي اتس فيري تف. بدليل يعني بحكم ان في منافسه، بدليل ان هتلاقي عندك الشركات العظمى the higher spies عند الشركات الكبرى الاخرى، مش بيعينوا جواسيس جوه، صح؟ مش بس كده، ده بيشتروا موظفين من عندهم بمبالغ ضخمه جدا واضعاف اللي كانوا بياخدوه في شركاتهم. انا كنت رايح في حته الاحترام، يعني نروح نعمل على حته بالك واخد بالك، مش ده بيحصل؟ صحيح. وبالذات في الريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت بيصطادوا هؤلاء العلماء. ايوه، الكومبيتيشن اللي ما بين تسلا وما بين BYD برافو عليك، بيحاولوا يسرقوا السيكريتس والفور سايد بتاعهم، او الشفل او في البايب لاينز عندهم. فبص I respect you on the show هايل، انما انا معين 50 جاسوس عندك واشتريت 3-4 وانت برضه معين 50 جاسوس وانت نفس الحكايه واخد بالك. انا هجيب الكومبيتيتيف بروفايل انتليجنس منين؟ جزء بجيبه من الماركت اكتيفيتي ومن العملاء. ما هو انت بتتعامل مع نفس العملاء اللي انا بتعامل معاهم، فانا بسمع عنك انت بتعمل ايه وطريقتك ازاي والاستراتيجيز اللي بتتبعها قد ايه. ما كل دي كومبيتيتور بروفايل اندكس مهم قوي يبقى عندي وابقى فاهم انت يعني مهم ان انا اعرف المنافس بتاعي، يعني جدا، لانه ساعات في كونسبتس للشركات الاس ام ايز او حتى يعني التجار ببساطه، انا شغال في حالي وشغال، انا ببيع منتجي وربنا كرمني، فمش لازم ابص عليه بيعمل ايه او غيره. ما هو ده بقى اللي هو زي بيقول لك انا عملتها ونفعت. لا عنده كومبتنسي ولا عنده نو هاو ولا عنده فيجن ولا عنده خالص، وراجل على باب الله
شغال بالبركه. كلنا طبعا على باب الله طبعا. بس ايه، لا، العلم ليس له مكان في دعم الاورجانيزيشن بتاعته. تمام خالص، ما بنفكرش بالطريقه دي. انما احنا لا، احنا بنتكلم على ليفل تاني. صح. بس عايز اقول لحضرتك ساعات دايما لما بيكون في نيو بلاد في الشركات، وده بصراحه نصيحه لكل البيزنس اونرز اللي هم على قدر ما شاء الله من الخبره التجاريه في السوق المصري او في غيره، لما بيجي بقى ابن الشخص او يجي مدير جديد او سنه صغير او حاجه، لا بتلاقي الشركه راحت في حته تانية تماما تماما. يعني انا عن ويكون على علم طبعا. طبعا يعني يعني عاوز اقول ساعات وعنده بعض الخبرات والسن الصغير او هو بيبقى جايب المايند سيت دي. طبعا بيبقى جايب المايند سيت دي. طبعا. يعني انا اتذكر من حوالي 5 سنين او حاجه كنا في كونسلتيشن بروسيس مع احد الشركات اللي موجوده في مجال المفروشات والمنسوجات، واللي موجوده بقى في منطقه الازهر، وما شاء الله يعني اسم كبير بقاله 30 سنه مثلا او حاجه. بس ابنه لما جه قالوا لا لازم نعمل مول. ابنه لما جه قال له لا لازم لما نيجي نعين ناس يبقى في كومبتنسي موديل موجود. حتى لو ما قالش لفظ كومبتنسي موديل موجود، فاهم. انما المعنى لازم يكون في بلان موجوده. لازم استهدف اسواق جديده. لازم اشتغل على زي ما حضرتك قلت الماركتنج بادجت تبقى معروفه، وعايز اوصل لاهداف ايه. فما شاء الله يعني مول دلوقتي كبير موجود 5-6 ادوار موجودين، مع انه هو عنده 10-15 محل مثلا في منطقه الازهر، لكن هو قرر لازم اطلع لحته تانية يعني. فبرضو الشركات لازم في فترة من الفترات لازم يكون في نيو بلاد، حد جديد من خبرة مختلفة من صناعة مختلفة، حتى مش من نفس صناعتي. يعني أنا بعين لازم اختار ناس من صناعة تانية يجي بقى يضيف. وزي ما حضرتك قلت في وقت من الأوقات هوصل لحتة إن أنا إيه ده، أنا بغير بقى في الخطة الاستراتيجية بتاعتي، سواء بسبب السوق أو بسبب أهدافي أو بسبب الموظفين نفسهم. بالظبط. أنا عندي internal factors بحللهم، قد يكون التغيير فيهم بسببهم أخد corrective measures. طبعا زائد النقطة اللي حضرتك قلتها دي من النقط المهمة جدا جدا للاستمرارية، continuity والpersistence والايفولفينج، وهو التعاقب القيادي. التعاقب القيادي بالظبط كده. النقطة دي كثير جدا بيهملها. تلاقي شركات بتغفل عن بناء خط تاني وتالت من القيادات، delegation ويتحرك من خلال one leadership مهما كان ممتاز. إذا لم يكن هناك بلان واضحة لتعاقب القيادات، هتيجي في وقت if you lost this guy you are in real trouble. وانت حظك ليه؟ لأنك ما عملتش بلان لتعاقب القيادات جوه الأورجانيزيشن بتاعتك. مع كل إنسان الأعمار بيد الله، كل إنسان معارض في لحظة مبقاش موجود. فلو هو ما كانش فيه غيره الوحيد اللي بيفكر ويدير، هتبقى مشكلة كبيرة. ومش معروف مين اللي ممكن يقعد مكانه، تبقى مشكلة أكبر، وتبتدي الصراعات. وإذا بدأت الصراعات دي علامة من علامات الإيه؟ الهبوط. على فكرة ده كله أنا بحس إنه هو في الانترنال أناليسيس. يعني كل اللي إحنا بنتكلم عليه ده هو طبعا ده جزء أساسي للبيئة الداخلية للشركة. طبعا أنت عندك الليدرز اللي موجودين والبلاد موجود ولا لا، تعاقب القيادات ولا لا. مش عاملها، يبقى لازم. طيب المرحلة الثانية الماتشنج، لازم تبني كارير باث للناس اللي عندك، ومين القيادات اللي ممكن يتولوا المسؤولية. انت في النهاية كل واحد مننا عايز في لحظة يوصل لبوزيشن يقعد يفكر بشكل استراتيجي فقط، لا يبقى ليه دخل بالمايكرو مانجمنت، ولا ده بيعمل ايه، ولا ده عمله صح ولا غلط. لان انا كراجل on the top of the organization وقتي اغلى واثمن وخبراتي اكتر بكتير من نقعد ورا اكس عماد ولا عبد الرحمن ولا سالم واشوفه بيعمل ايه ورا الكاميرا. هل ده الفاليو بتاعت وقت واحد زي كراجل سي او الاورجانيزيشن او زي مانجر؟ ديفنتلي لا. يبقى انا بهدر طاقاتي ووقتي for nothing.